ناتشو، في النهاية نجحتم في تحقيق الفوز، لكنكم عانيتم في هذه المباراة. أجل لقد حققنا الهدف، الجميع كان يعتقد أننا سنفوز بهذه المباراة بسهولة، وهي مباراة سيطرنا عليها جيدا، ولكن في نهاية المطاف هذه هي كرة القدم. لا يمكن أن أتذكر مباراة لم يكن لدينا العديد من الفرص مثل هذه المباراة، ولكننا في النهاية علينا أن نمضي قدما ونستمر في هذه البطولة، ونحن الآن في المباراة النهائية. ماذا كان يفتقد الفريق كي تسجلوا الأهداف؟ ربما كنا نفتقد للحظ، لقد عاندنا الحظ اليوم في تسجيل الهدف، لم يكن لدينا أي مشاكل، كنا في حاجة إلى الحظ، كان لدينا العديد من الفرص السانحة للتهديف في هذه المباراة. الجميع جاهز لخوض مباراة النهائي، مباراة فريق مختلف. أجل فريق غريميو هو فريق مغاير لفريق الجزيرة، ولكن علينا أن نستعد جيدا لهذه المباراة. نحن مسرورون اليوم بالعبور للدور النهائي من أجل تحقيق هذا اللقب. بالتأكيد كان من الصعب علينا الوصول إلى هذه البطولة، لكننا سعداء كي تنهي العام بصورة جيدة. بالتأكيد كي ننهي العام بلقب هو أمر رائع للغاية، وأمامنا مباراة كلاسيكو، ولكن علينا الفوز بهذا اللقب. شكرا جزيلا. لوكا، لم تكن المباراة التي كان يتوقعها الكثيرون. أجل، لأننا بالتأكيد ريال مدريد، ومن الطبيعي أن يتوقع الناس لنا أن نخوض مباراة سهلة، لكن هذه ليست كرة القدم. في بعض الأحيان علينا أن نعاني، ونحن خلقنا العديد من الفرص في هذه المباراة لكننا لم نسجل. ربما هذه هي مشكلة مباراة اليوم، خلقنا العديد من الفرص، لعبنا كرة قدم جيدة، لكننا لم نسجل ولم نستفيد من هذه الفرص. لكن في نهاية المطاف نجحنا في تحقيق الفوز وعبرنا إلى المباراة النهائية، وأنا سعيد بذلك. ماذا افتقدتم اليوم لتسجيل المزيد من الأهداف؟ لم نفتقد أي شيء، نحن خلقنا العديد من الفرص. ربما افتقدنا لتسجيل الأهداف وللمسة الأخيرة، خلقنا العديد من الفرص ولكننا لم نسجل إلا هدفين، ولكن هذين الهدفين كان كافيين من أجل العبور النهائي. ربما هذه هي بداية البطولة، لكننا سنرى وجها آخر لريال مدريد في المباراة النهائية. بالنسبة لنا من المهم أن نواصل على هذا النسق الذي لعبنا به اليوم. هذا هو رأيي، أظن أننا لعبنا جيدا في هذه المباراة، ولا يمكن أن نتوقع أن كل مباراة يمكن أن نخلق 20 فرصة. أظن أننا خلقنا أكثر من 10 فرص سانحة للتهديف، ولكننا لم ننجح في التسجيل. علينا أن نواصل على هذا النسق وأن نحاول أن نسجل المزيد من الأهداف. شكرا جزيلا. إذا نعود إليك بعد هذه المقابلة.